صباح الخير أو مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة النهاردة. جربت قبل كده إن أنت تتردد إنك تقبل مساعدة أو خدمة رغم إن أنت فعلا محتاج لها؟ زميلك مثلا يعرض إنه يساعدك في شغل متأخر عليك، أو واحد قريبك عايز يسلفك فلوس في وقت أنت بتمر فيه بأزمة مادية وتلاقي نفسك ميال إنك ترفض رغم إنك لو قبلت ده هيسهل حياتك جامد قوي دلوقتي. أو تبقى في حتة ومش عايز الناس تعاملك معاملة خاصة أو يهتموا بيك زيادة عن اللزوم أو يكرموك قوي قوي. ليه ده بيحصل؟ لأنك بتبقى عارف من جواك إنه مجرد ما بتقبل، مجرد ما حد بيعمل لك خدمة أو معروف أو بيقدم لك مساعدة أو بيديك هدية، إنك هتحس بدافع قوي ما تقدرش تتجاهله، إنك ترد الجميل ده، ترد الهدية أو العزومة أو المساعدة. هي دي قوة ال reciprocity principle أو مبدأ رد المعروف، إنه جزء من طبيعتنا كبني آدمين عالميا، موجود في كل البلاد ومفهوم ومتعارف عليه في كل المجتمعات. وإحساسنا بيه في أغلب الحالات إحساس داخلي قوي لا إرادي، وما يفرقش فيه اللي عمل لنا الجميل ده شخص بنحبه ولا لأ، بنستلطفه ولا لأ، علاقتنا بيه طبيعتها إيه، نعرفه ولا ما نعرفوش. لما حد يعمل لك أي خدمة أو جميل، شعورك الطبيعي إنك لازم ترده. المبدأ ده أحد مبادئ التأثير اللي اتكلم عنها روبرت تشالديني في كتابه الشهير التأثير. ولو عايز تعرف أكتر عن سبب وجود المبدأ ده وعلاقته بتطورنا كبني آدمين وكمجتمعات وعلاقته بالأنظمة والعلاقات الدولية، هتلاقي كلام عن الحاجات دي موجود في الفصل اللي بيتكلم عن ال reciprocity في الكتاب. لكن أنا هنا النهاردة عايزة أركز على حاجات تانية. أولاً على إننا نفهم المبدأ أكتر وبيشتغل إزاي، ونلاحظ قد إيه بيظهر بأشكال مختلفة في حياتنا اليومية. وثانياً نعرف إزاي نقدر نستخدمه بشكل استراتيجي مختلف عن الشكل التلقائي في إن إحنا نزود تأثيرنا وقدرتنا على الوصول للي إحنا عايزينه، وإزاي نعمل ده بطريقة أخلاقية ما تخليناش نبقى بناخد اللي إحنا عايزينه بطريقة في الآخر بتسيب طعم وحش عندنا أو عند الآخرين. وثالثا ازاي نقدر ان احنا نحمي نفسنا من انه المبدأ ده يستخدم ضدنا في انه هو يدبسنا او يورطنا في حاجات احنا مش عايزينها. المثل بيقول قدم السبت تلاقي الحد. ايش عرفك؟ ايش عرفك انك هتلاقي الحد؟ الثقة دي جاية منين؟ جاية من إنه مبدأ الريسيبروسيتي محترم في كل حتة في الدنيا، وفي أي مجموعة من الناس الشخص اللي مش بيحترمه هو الاستثناء وبيتبصله بصة وحشة من الناس، ومحدش فينا عايز يبقى الشخص ده. والريسيبروسيتي بنشوفها حوالينا على كل المستويات طول الوقت، من أول المنادي أو البواب اللي أول ما بيشوفك جاي على العربية يعمل نفسه بيمسحها علشان تديله بقشيش. طب ليه بيعمل قال يعني بيمسحها؟ ما هو واضح جدا إن المسحة دي منتهى لأي كلام. علشان أصعب بكتير إن أنت تمشي وما تديلوش حاجة لما يبقى شكله كأنه عمل حاجة. أو الجرسون في المطعم اللي يقولك يا فندم احنا حجزنا لك أحسن ترابيزة عندنا علشان تحس إن أنت المفروض تزود في البقشيش. وفي المجاملات في المناسبات هتلاقي مامتك بتقولك لا طنط فلانة دي أيام فرحك عملت وسوت، لازم أنا دلوقتي في فرح ابنها أعمل وأسوي. وانت نفسك هتلاقي نفسك كل يوم على الجانبين من مبدأ الريسيبروسيتي، بتعمل حاجات كويسة علشان الناس تردها لك وبترد للناس حاجات كويسة عملتها معاك. فالمبدأ موجود حوالينا في كل حتة بشكل تلقائي. وبمناسبة تلقائي، من الحاجات الانترستنج جدا في المبدأ ده وفي كل مبادئ التأثير إن الأطفال بيعملوها بشكل فطري من غير ما حد يعلمها لهم. فهتلاقي بنتك الصغيرة خالص التادلر لما بتبقى عايزة حاجة بتيجي تقعد على حجرك، تمسك ايدك، تحط ايدها على وشك، تتدلع عليك او تضحكك علشان هي عارفة من قبل كده ان الحاجات دي بتبسطك. فدي حاجة هي بتعملها ليك علشان تبسطك، علشان انت تعمل لها الحاجة اللي ليها اللي هي عايزاها عشان تبسطها. ده الشكل التلقائي اللي كلنا بنعمله من غير تفكير، واللي ضروري علشان أي مجتمع يشتغل كويس، لأن من غيره محدش هيبقى مطمن إن هو لو احتاج حاجة الناس التانية هتساعده، وكلنا هنبقى منشغلين بإننا نأمن نفسنا احتياطي من كل حاجة. بس strategic reciprocity، الشكل الاستراتيجي لاستخدام المبدأ ده مختلف، والناس اللي بتعرف تعمله بتزود تأثيرها بشكل كبير. إزاي؟ وإزاي نتعلم إن احنا نعمله؟ أول حاجة لازم نفهم إنه في مبدأ الريسيبروسيتي اللي بيبتدي الأول هو اللي بيستفيد أكتر. اللي بيقدم السبت ويلاقي الحد بيستفيد أكتر من اللي بياخد السبت ويرد الحد. ليه؟ لأنه إحساسك إن أنت عليك جميلة إحساس غلس،
وبنبقى عايزين نخلص منه. فلما بيجيلنا الفرصة إن إحنا نرده أو حد له عندنا جميل بيطلب مننا خدمة حتى لو هي ممكن objectively نعتبر إنها أكبر من التانية، الرغبة في التخلص من إحساس إنك عليك جميلة بيخليك عايز تعملها وخلاص علشان تخلص من الإحساس ده. تاني حاجة محتاجين نفهمها إنه قيمة الرد في الخدمة أو الجميل في الأغلب بيعتمد على قيمة الخدمة للي استفاد منها، مش تكلفة الخدمة للي عملها. يعني إيه؟ يعني let's say مثلا إن أنت عندك مشكلة مع ال customer service بتاع شركة، عندك سيستم في الشغل والسيستم فيه مشكلة ومش راضي يشتغل كويس، وأنت كل ما تكلم ال customer support ما تعرفش توصل معاهم لحاجة ولا تاخد لحق ولا باطل، وفي الآخر برضو السيستم ما يشتغلش وأنت very frustrated محبط ومتضايق جدا من الموضوع ده. فأنا عرفت إن عندك المشكلة دي، قلت لك طب خليني أنا أكلمهم. فأنا علشان بعرف أتعامل بأسلوب مختلف وفي نفس الوقت فاهمة أكتر في السيستم ده، فعارفة أسأل وأقاوح وأصر، ففضلت وراهم لغاية لما حليت المشكلة. الموضوع ده كلفني 10 دقايق أو ربع ساعة من وقتي، مفيش تكلفة كبيرة ولا في الوقت ولا في المجهود. بس بالنسبة لك أنت، كون إن السيستم اشتغل والمشكلة اتحلت، أنا عملت لك خدمة كبيرة. وكل يوم وانت بتستعمل السيستم ده أو كل يوم وانت في الشغل والدنيا ماشية سموث، هتبقى حاسس قد إيه أنا خدمتك. فهنا تكلفة الخدمة دي عليا مختلفة عن قيمتها بالنسبة لك. وانت لما يجيلك الفرصة ان انت تردها، عند اغلب الناس هتردها حسب قيمتها بالنسبة لك مش حسب تكلفتها بالنسبة لي. وده يجيبنا لنقطة تانية مهمة، وهي ال arbitrage opportunities. يعني ايه؟ arbitrage مصطلح مالي معناه إني أقدر أستفيد من فرق سعر كبير ما بين سعر حاجة في مكان وسعر نفس الحاجة في مكان تاني. فأنا أقدر في نفس الوقت أشتريها من مكان بسعر وأبيعها في مكان تاني بسعر تاني. الناس اللي بيقدروا يستخدموا مبدأ reciprocity بشكل استراتيجي بيستخدموه علشان بيعرفوا يستغلوا ال arbitrage opportunities أو فرص ال arbitrage اللي بتجيلهم في المبدأ ده. لأن أنا لو عايزة يبقى ليا خدمات كبيرة أو جمايل مهمة عند ناس كتير، وحاولت أعمل ده بإن أنا أقعد أعمل حاجات كبيرة بالنسبة لي أنا هتستنفذ من وقتي ومجهودي وطاقتي، طب وبعدين؟ وأنا وشغلي وحياتي إمتى هقدر أعمل خدمات كبيرة لناس كتير وفي نفس الوقت ده ما يجيش على حساب شغلي ونفسي وصحتي ووقتي والتزاماتي وكل حاجة تانية؟ فالناس اللي بيعرفوا يستغلوا المبدأ ده بشكل استراتيجي بيقدروا يعملوا كده بسبب فرص الاربيتراج، إنهم بيعرفوا يلاقوا ويعملوا خدمات للناس تكون الخدمة بالنسبة لهم هم مش مكلفة خالص، لكن بالنسبة للشخص اللي الخدمة بتتعمل له بتعني حاجة كبيرة، بتحل مشكلة كبيرة، أو بتكون مؤثرة بدرجة كبيرة بشكل ما. بس علشان الناس دي تعرف تعمل كده، محتاجين يبقوا بيعرفوا الناس التانية، الناس اللي حواليهم، ايه اللي هم محتاجينه، ايه اللي نفسهم يحققوه، ايه الحاجات اللي واقفة في سكتهم. والمشكلة هنا إنه مش بسهولة إن الناس دايما هتعرفك الحاجات دي لأسباب كتير، منها إنه الشخص ما بيبقاش عايز يبان إن هو ضعيف لو طلب مساعدة أو بين إنه محتاج مساعدة في حاجة، منها إنه بعض الناس بتخاف إنها لو اتكلمت عن خططها أو أهدافها أو أحلامها إنه الناس تضحك عليها أو إن حد يحاول يحبط الخطط دي. فعلشان تقدر تلاقي ال arbitrage opportunities دي وتستغلها، لازم تتعلم إزاي تقدر تعرف الحاجات دي من الناس. طبعا الموضوع ده بيفرق من شخص لشخص حسب طبيعته، في ناس بطبيعتها الناس بترتاح لها وبتحكي لها وبتقول لها، وفي ناس مش بسهولة بيعرفوا يعملوا كده. بس في شوية حاجات ممكن تساعدك. أولا، اسمع، استمع للناس، خليك شخص بيسمع أكتر ما بيتكلم. خليك شخص مهتم إنه يسمع كلام الناس عن حياتها أكتر ما هو مهتم إنه يتكلم عن نفسه طول الوقت. تاني حاجة، وإنت بتسمع حاول تخلي الحضور بتاعك مع الشخص نفسه فعلا. حاول تخلي تفكيرك وتركيزك على الشخص وعلى إزاي إنت ممكن تساعده، لأن ده هينعكس على تعبيراتك، سواء تعبيرات وشك، سواء تعبيراتك الجسمانية، سواء الكلام اللي انت هتقوله والطريقة اللي هتقوله بيها، وده هيخلي الشخص التاني يرتاح أكتر ويتكلم أكتر. تالت حاجة، حاول إن انت تلاقي اهتمامات مشتركة إن انت تتكلم فيها مع الشخص التاني. ده بيسهل إن الناس تتكلم عن مشاريعها أو أحلامها أو حاجات نفسها تعملها بس مواجهة صعوبات. رابع حاجة، حاول تلاقي وتعبر عن أهداف مشتركة أو متوافقة.
يعني مثلا لو أنا عندي بودكاست عايزة أنجحه أو عندي بيزنس عايزة أكبره وإنت كمان عندك نفس الشيء وعندك نفس الهدف، هيبقى سهل قوي إن أنا أقولك الصعوبات اللي مواجهاني علشان تساعدني فيها، وأنا كمان ممكن أساعدك في الصعوبات اللي مواجهاك. أو لو أنت مثلا عايز تعمل مشروع أكل صحي بيوصل للناس في بيتها، وأنا قلتلك إنه يا ده أنا نفسي جدا يبقى في حاجة زي كده موجودة في المنطقة بتاعتنا علشان أنا وعيلتي نقدر ناكل أكل صحي بسهولة، ده هيسهل أكتر بكتير إن أنت تتكلم عن مشاكلك واحتياجاتك وإيه اللي ناقصك علشان تقدر تبتدي المشروع and so on. خامس حاجة ممكن نجربها لما نلاقي الشخص اللي احنا بنتكلم معاه مش بيتكلم عن نفسه خالص واحنا عايزينه يتكلم عن نفسه، وهي حاجة اسمها reciprocal self-disclosure. يعني إيه؟ يعني إن أنا أبتدي أتكلم عن نفسي وأقول حاجة بسيطة عن نفسي، وساعتها برضو بسبب مبدأ ال reciprocity أغلب الناس بتحس إن هو كمان المفروض يقولي حاجة عن نفسه عشان أنا قلت له حاجة عن نفسي. لو هو تجاوب وقال لي حاجة عن نفسه، أنا أقول له حاجة تانية عن نفسي، ولو تجاوب تاني أقول له تالت، وهكذا. وبنفضل نزود بالتدريج في أهمية أو عمق الحاجات اللي احنا بنقولها، فبنبتدي بحاجات بسيطة سطحية مش شخصية قوي، وبالتدريج نقدر نزود حاجة بحاجة. ده بيقلل إحساس صعوبة ال vulnerability لأنها بتبقى متبادلة، وفي نفس الوقت علشان بنزود حتة بحتة في كل خطوة ما بيبقاش فيه إحساس إن أنا بزود ال vulnerability قوي، بتبقى مجرد خطوة صغيرة أزيد من اللي قبلها. لما أبقى عارف اهتمامات وأهداف وأولويات الناس اللي حواليا، هلاقي فرص كتير للأربيتراج، إنه يبقى في حاجة أقدر إن أنا أساعدهم فيها تكلفتها بالنسبة لي سواء في الوقت أو المجهود أو الطاقة أو الفلوس قليلة، بس قيمتها بالنسبة لهم كبيرة، وأقدر أعمل الحاجات دي ببساطة من غير عبء عليا، وأبقى مبسوط إن أنا بساعد الناس والناس تبقى بتحبني وممتنالي، وكل الناس اللي أنا ساعدتهم في حاجة كبيرة بالنسبة لهم هيشوفوني على إن أنا شخص مؤثر في حياتهم. ولما يجي لحد منهم فرصة إن هو يخدمني سواء في حاجة أنا محتاجها وطلبتها، أو حتى في حاجة أنا مش عارفها بس فرصة جت قدامهم هم عارفين إن هي هتفيدني، أغلب الناس هيفكروا فيا وهيبقوا عايزين إن هم يردولي الخدمة أو الجميل. وبص على الناس اللي معروف إن هم مؤثرين في أي صناعة أو مجال أو مجموعة، هتلاقي إنه ده الشخص اللي له عند كل واحد في المكان أو في المجموعة خدمة، فنادرا لما بيتردله طلب، وبالتالي بيقدر يحرك الأمور في الاتجاه اللي هو عايزه. طيب وإزاي هتعمل ده بطريقة أخلاقية؟ ما تكونش manipulative، يعني ما يكونش فيها تلاعب أو خداع، وما تبقاش سخيفة وتقيلة وتسيب زي ما قلت طعم وحش عندك أو عند حد تاني. 3 حاجات، 3 حاجات هنحاول إن احنا نحافظ عليهم واحنا بنعمل الكلام ده. أولا خلي مبدأ reciprocity بشكل عام وبطريقة الأربيتراج طريقة حياة، خليك حابب ومبسوط إنك بتساعد الناس، وعلشان تقدر إن ده يكون حقيقي وتكون حابب ومبسوط، ما تعملش غير الحاجات اللي انت فعلا عايز تعملها، الحاجات اللي انت ما عندكش مشكلة فيها، اللي مش متعارضة مع أي حاجة مهمة بالنسبة لك سواء مصلحة أو مبدأ أو قيمة. فمثلا لو وقتي مع ولادي حاجة مهمة بالنسبة لي، مش هعمل خدمة تيجي على وقتي مع ولادي. لو أنا ضد الوسايط كمبدأ، مش هعمل خدمة فيها واسطة. وما تعملش غير الخدمات اللي مش هتندم ولا هتزعل لو ما خدتش حاجة قصادها. يعني اتعامل مع كل خدمة لوحدها من منطلق اعمل الخير والمين بحر، بس في نفس الوقت وانت عارف انه overall as a strategy، يعني بشكل عام كاستراتيجية، هي استثمار هايل في درجة تأثيرك. ثانيا خلي عندك شفافية. لو انت اتبعت اللي انا لسه قايلاه في اولا، هتبقى في اغلب الاوقات بتعمل خدمات او جمايل وانت مش مستني حاجة معينة قصادها. لكن في الحالات الاستثنائية اللي انت اوريدي في حاجة معينة عايزها من الشخص ده، وعلشان كده عايز تعمل له خدمة أو تقدم له حاجة علشان يديلك اللي انت عايزه، خليك صريح وقول له أنا محتاج منك خدمة، أنا محتاج منك الحاجة الفلانية، وفكرت إن أنا أقدر أعمل لك كذا أو أقدر أساعدك في كذا. ده أحسن بكتير من إنه يحس إن انت حاولت تورطه أو تدبسه وبعدين تطلب اللي انت عايزه. وفي الغالب الحاجات دي بتبان والناس بتبقى فاكرة إنها ناصحة وهي بتبقى مفقوسة جدا، فصورتك شكلك الانطباع اللي انت هتديه أحسن بكتير كشخص دغري ومباشر. تالت حاجة ما تبقاش لحوح، ولا في إنك تدي ولا في إنك تاخد. ما تفرضش جمايل على حد هو بين لك إن هو مش عايزها، وما تلحش في اللي انت عايزه بطريقة تخلي الناس حتى لو عملت لك الحاجة تبقى بتعملها وهي مش طايقة
ونفسها بعد كده تتجنب التعامل معاك على قد ما تقدر. فكر في الصورة الأكبر، فكر لبعيد. play the long game. طيب والناس التانية اللي مش بتلتزم بالكلام ده، الناس اللي أحيانا بتحاول تستغلنا أو بتحاول تدبسنا في جميلة أو هدية إحنا أصلا مش عايزينها وأحيانا بتبقى عبء علينا، علشان بعد كده يدبسونا إن إحنا نديهم حاجة إحنا برضو مش عايزين نديها لهم، نعمل معاهم إيه؟ نعلم نفسنا ونفكر نفسنا إن المبدأ بيلزمنا برد المعروف بمعروف، لكن مش بيلزمنا إن إحنا نرد الخدعة أو التدبيسة أو السخافة بمعروف. وروبرت شالديني بيقول إنه في الآخر المبدأ بيقول إننا لو هنمشي بالعدل، محاولات الاستغلال يجب أن تستغل. هسيبكم مع مقولة لزيج زيجلر بتقول You can have everything in life you want if you will just help enough other people get what they want. تقدر تحصل في الحياة على أي حاجة أنت عايزها لو بس قدرت تساعد عدد كافي من الآخرين إن هم يحصلوا على اللي هم عايزينه. لو عندكم أي أسئلة، تعليقات أو اقتراحات تقدروا تبعتولنا على الإيميل podcast@yomnanmasri.com. لو الحلقة عجبتكم ممكن تسيبوا ريفيو، ولو حاسين إن حد تعرفوه ممكن يستفيد من الحلقة بتاعت النهاردة ياريت تبعتوها له. لو عايزين تتابعوا الحلقات الجاية ممكن تعملوا سبسكرايب علشان مفيش حاجة تفوتكم وعلشان ده بيساعد البودكاست إن هو يستمر. دي كانت حلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية.